سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن ظروف وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم كوكيز ديال الشوفان لي واحد الاضافه اللي صراحه بسيطه ولكن عطات واحد اللذه، واحد القرمشه اللي زوينه بزاف. اللي غادي يعجب وليداتكم اكيد وغادي يعجبكم حتى نتوما. بدون بيض بدون زبده، ولكن راه هائل بزاف بزاف بزاف. يلا بقاو معايا تندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنحتاج واحد 3 كيسان ديال الشوفان. الشوفان الاحسن يكون الغليظ، ما يكونش داك الرقيق. وثاني مرحله غادي نضيفوا كاس ديال الفورص. يمكن لكم تضيفوا دقيق قمح الكامل، انا درت هنا غير الفورص. غادي نضيفوا واحد نص كاس ديال الكوك اللي غادي يضيفوا واحد يزيدوا واحد تاليكه زوينه. وغادي نضيفوا واحد نص كاس ديال السكر سنيده. انا درت السكر البني، يمكن لكم ديروا السكر العادي. انا وليت كنفضل السكر البني حيت هو ناقص في الحلاوه على الاخر وكيعطي واحد لوغو اصلا اللي زوين. ودرت هنايا انواع اللي عندكم ديال الزراره، ديال الزبيب، المكسرات، بيبي شوكولا، اي حاجه عندكم يمكن لكم تضيفوها. انا درت اللوز، الكركاع، درت الزراره الانواع ديالهم، ودرت الزبيب ودرت بيبي شوكولا. صافي. وغادي نضيف عليه واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نضيف عليه واحد معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، معلقه صغيره. صافي. وغادي نخلط كاع النواشف كاملين مزيان. من بعد غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه اللي كتعدل لنا الذوق بطبيعه الحال. وغادي نحاول نبسبسو بواحد كاس لاروب ديال الزيت النباتيه. صافي. كان هادو المقادير اللي غادي نحتاجو فيه، والماء اللي غادي يجمع لينا الخليط وفقط، ماشي شي اضافه اخرى. صافي. ولكن راه صدقوني البنات راه كيجي هائل بزاف بالنسبه لوليداتكم اللي بغيتو تصيفطوه معكم للمدرسه، بغيتو تصيفطوه معهم يجيو عندكم يبغيو السقاطه من عندكم الكوزينه، تعطيهم هذا راه لذته زوينه ومفيد بطبيعه الحال ومصوب في الدار. صافي. وغادي نضيف عليه واحد كاس ديال الماء صافي، وغادي نجمع الخليط. غادي تشوفوني غادي نبدا نجمعو، غادي نغطيه واحد شويه حتى كيشرب ليا العجين. عاد غادي نبدا نشكل فيه. من بعد قلت لكم غادي نغطيه وغادي نخليه يشرب تقريبا واحد 10 دقائق. طيب دابا من بعد ما شرب ليا غادي نبدا نشكل فيه. دابا غادي ناخذ معلقه وغادي نهز واحد الكميه، وغادي نحاول نحربلها في يديا، يعني نكورها في يديا كويرات. صافي. وغادي نبدا نحط فيها فوق اللاطه، كنحط فيها فوق سطح العمل بحال هكا فوق اللاطه ديالنا. صافي. تنكملوا كاع الكميه اللي عندنا. من بعد غادي ناخذ الماء، غادي نحاول نديرو في يديا، ندهن بايديا ونبسط العجين على هذا الشكل هذا باش هكا كتجينا رقيقه. باش كتجينا رقيقه حتى البسكوي هذا خصو يكون رقيق، ما خصوش يكون غليظ. على هذا الشكل هذا راه كلشي موضح في الفيديو. كنتمنى باللي هادشي كله باين لكم، ولا عندكم اي سؤال عندكم خليوه لي في لي كومونتير ونجاوبكم على اي حاجه. صافي. على هذا الشكل هذا راه كتشوفوا الطريقه كيفاش دايره. صافي. تنكملوا كلشي.
بعد ما كنشكلو كندخلو الفران اللي كيكون مسخن من قبل على درجه حراره 180 درجه، وصافي من الفوق ومن التحت كندخلوه صافي حتى كيطيب لينا تقريبا عنده واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه كيكون واجد لينا. شوفوا كيفاش جا صراحه رائع بزاف. الكوك عطى واحد اللذه اللي زوينه بزاف، اللي زادت واحد النكهه اللي خاصه. راكم عارفين الكوك من الاحسن يكون الميدم ما يكونش ناشف. صافي كان هذا هو البسكويت ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنىكم تجربوا لوليداتكم اللي حتى غادي يعجبهم اكيد، انا متاكده وغادي يعجبكم حتى نتوما. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايك، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا بسلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله.